السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على أحلى اخوات وأحلى متابعين. ازيكم يا حبايب قلب ماما وبابا؟ عاملين ايه؟ وحشني كتير والله، بس غصب عني والله. الفترة اللي عدت دي بصراحة الواحد ما كانش عنده استعداد ان هو يطلع والله. فانتوا عشان وحشتوني فرجعنا بقى نعمل ايه. انا هعمل النهاردة لحمة وهعمل عليها ايه، محشي كوسة ومحشي ورق عنب زي ما احنا متعودين. يلا يا حبايب قلبي نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معانا دلوقتي انا حطيت حته زبده، تمام، ورقتين لورا، فصين كده حبهان، وادي شويه كمون، شويه كزبره، شويه فلفل، تمام يا حبايبي. ونجيب اللحمه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليها افضل الصلاه والسلام. نسيبها كده شويه اهي تتشوح، نشوحها وبعد كده ايه، هنزيدها بميه مغليه. لازم ميه مغليه، ما تزيديش بميه ساقعه ابدا. ومعانا بصلايه وجزر وحته شطه كده خضرا بتديها ايه، ريحه وطعم كده. حته الزبده دي لما بتعمليها وتشوحي بقى حته اللحمه بتبقى طعم الشوربه خطير، وحته اللحمه بتبقى جوسي كده وجميله. وادي الميه المغليه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بقى يا حبايبي مش هحط ايه الملح خالص دلوقتي. عايزه اقول لكم بقى يا حبايب قلبي على طريقتي وانا بسلق ورق العنب. انتوا عارفين ان ورق العنب ده احنا بنجيبه ونقعد نرصص فيه زي ما انتوا شايفين كده، تمام يا حبايب قلبي. ولما بتيجي تعمليه، تيجي تحشيه تلاقيه كله لزق في بعضه وبيغلبنا جدا جدا، وبتاخدي وقت كتير على ما تعمليه. الحل فين يا ماما فوفا؟ في خلة السنان اهو يا حبايب قلبي. هتعملي لنا بقى ايه يا ماما فوفا؟ تعالوا يلا واحنا نقول هنعمل ايه سوا مع بعض. هتروحي ماسكه كده ورق العنب على قد الكميه اهي، بصي، ولا اسهل من كده، وهتسلقيها بيها. ودي خشب يعني ما فيهاش منها ضرر على صحتنا ولا اي حاجه اهو يا حبايب قلبي. وهتحطيه وهتسلقيه اهو، وانت بتطلعيه برضو هتاخدي واحده واحده تعملي منها، شايفين اهو يا حبايب قلبي. وده انا مخليها برضو لوحده علشان ايه، هنحطه في الاخر عشان واحنا بنحشي نحطه ايه تحت المحشي بتاعنا اهو يا حبايب قلبي. تعمليه كده وتروحي عاملاها كده. في اسهل بقى من كده؟ لقيت ان خلة السنان مثلا صغيرة ومش هتاخد الورق كله، نقسمه على 2 مفيش مشكلة اهو يا حبايبي. وديت انا كنت جايباها ب10 جنيه، فيها كتير وهتستخدميها لحاجات كتير اهو يا حبايب قلبي. ايه رأيكم بقى في فكرتي دي؟ طبعا احنا كستات بيوت بنزهق من الورق لما بيلزق في بعض، فانا جبت لكم ايه الفكرة دي.
معانا الحلة بتاعتنا اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وما تخافيش، مش هيتفكك منك ولا اي حاجة، وهيتسلق وهيبقى زي الفل. اهو يا حبايب، شايفين؟ اه. وهنروح مطلعينه بقى كده. شايفين؟ ولا اسهل ولا اروع من كده. اهو يا حبايب قلبي، قولوا لي بقى ايه رايكم. اهو شايفين؟ اهو شايفين خلة السنان؟ ما شاء الله اهي. اهو يا حبايب، شوفي طالع ازاي. هتروحي فكه الواحده بوحدتها كده وتاخدي منها بكل سهوله. ايه رايكم بقى في الفكره بتاعت ماما فوفا دي؟ على ما نيجي نحشيه، وانا ليا برضو طريقتي الخاصه في الحشو بتاع ورق العنب يا حبايبي. عشان نعمل تسبيكه المحشي، ايه ده، انا بحط التوابل الاول، كل واحد وله ايه طريقه. احط شويه كمون وشويه فلفل. اهو يا حبايبي، ونديهم تقليبه كده. وانا مقطعه عند البصلايه اهو. انا مش هحمرها قوي، يا دوبك تدبل بس. اهي يا حبايب قلبي، يا دوبك دبلتها بس علشان ايه، ما تتحرقش. ولما بتبقى دبلانه كده بتدي الاكل طعم مسكر. اهي يا حبايب قلبي، وضع فيه الطماطم، هنديها تقليبه كده. وطالما فيه طماطم حط ايه شويه سكر. هظبط لها بقى الملح بتاعها. قلب التسبيكه بتاعتنا ما شاء الله اهي. وانا غاسله الرز، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معانا بقى الخضرة بتاعتنا. انا مخرطة كده حتة شطة صغيرة، لان انا حاطة شطة هنا في التوابل اهو. مش هحط الخضرة كلها، انا هحط شوية بس كده ياخدوا الريحة مع التشويحة كده وانا بشوح الرز. وبعد كده لما اجي احشي بقى هروح حاطة عليه بقية الخضرة. بيخلي طعمه جميل جدا. جربوا الطريقة دي هتعجبكم. كده الملح بتاعه كويس. انا مظبطه له الملح في التسبيكه. ورجعت لكم تاني يا حبايب قلبي. انا خرجت كده بصلايه، انا بحب اعمله كده بيبقى طعمه خطير. جربي طريقتي دي. لو في حاجه بسيطه في الاخر كده وانت بتعملي اي نوع محشي، او اتبقى منك ورقتين مثلا كرنب او اي حاجه، اعملهم في حله صغيره زي كده، خرطي عليهم البصلايه دي، والله بتفرق في الطعم. وانا حطيت شويه خضره مع التسبيكه مع الرز كده وانا بشوحه كده. وهنحط ايه بقيه الخضره بتاعتنا كده.
اهو يا حبايب قلبي، هقلبه بقى وارجع لكم. اهوت يا حبايب قلبي، هنحشي بقى الكوسه بتاعتنا الجميله دي. تمام. انا مش عارفه انا اعمله كله في الحله دي، هي الحله دي بتاعت التسبيكه، انا بحب اعمل فيها ما بحبش اغسلها بصراحه. واكيد كلنا كده. تمام يا حبايبي، مش عارفه اعمله كله في الحله دي ولا اعمل ورق العنب هنا، بس انا في حاجه عايزه اوريها لكم الاول قبل ايه. انا قلت لكم ان انا ليا طريقتي الخاصه في ايه، في محشي ورق العنب. شايفين لما انا سلقته وحطيته بالخله، شايفين هتيجي تطلعي منه بتسلقيه بكل سهوله اهي، الخله اهي وخشب مش ما فيهاش ضرر يعني اهي، وبتطلعي الورقه بورقتها كده اهو. شايفين؟ ولا بقى يقعد يتعمل منك ولا تقولوا لهم سلكوا لي الورق ولا اي حاجه، تحشي بسرعه ولا اسهل ولا اروع من كده. بتجيبيها على ظهرها كده عشان الورقه اللي بتلمع دي تبقى ايه، تبقى لبره كده، تبقى مديه شكل الصبع جميل اهو يا حبايب قلبي. انا بقى ايه هحطه في الحله بقى الصغنونه دي، هم على قد ما يجوا. انا هوريكم بقى الطريقه واكمل انا مع نفسي كده المحشي، وبعد كده ايه اما اسويه تبقوا معايا، بس عشان يا حبايب قلبي وقت الفيديو ما يطولش وتزهقوا. انا كده حطيت اللي هو بتاع الورق العنب ده، حطيته هنا. ما بحبش احط بصل والله ولا بحب احط اي حاجه، انا كده كده حاطه الحاجه في صابع المحشي، طالما صابع المحشي طعمه حلو وانا عاملاه كويس يعني خلاص مش مشكله بقى اهو. بصوا انا لفيته اهو، شايفين؟ بروح جايبه كده، حاطه ايدي كده وعامله ايه كده، شايفين صابع المحشي عامل ازاي اهو. اعمله برضو تاني قدامكم كده اهو. جيبي شويه الرز كده وتتني الورق، تقفلي كده وتلفيه، بس بصي اهو تمشي كده كده وتروحي جايه في الاخر اهو حاطه ايدك كده من هنا وتروحي شاده كده. قولوا لي بقى ايه رايكم في الجمال والحلاوه دي؟ ولا مكنه لف ولا اي حاجه. احنا بنشغل دماغنا. اخلصوا بقى يا حبايب قلبي وارجع لكم اهو يا حبايب قلبي. قولوا لي بقى ايه رايكم في الجمال والحلاوه دي؟ وحشيت برضو دي يا حبايبي، لقيت الحله دي لقيتها هتبقى كبيره قوي عليهم، فعملتهم في الحله الصغيره دي. هسويه بقى وارجع لكم. ورجعت لكم تاني يا حبايب قلبي. هنزيد بقى المحشي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا ظبطت لها الملح بتاعها عشان هي خلاص دخلت في السوا كده. ازيد برضه ورق العنب. بسم الله الرحمن الرحيم. اما تشوفوا بقى طريقتي في المحشي وانا بحشيه وانا بسلقه، يعني وانا بسلقه برضو هتشوفوا بيوفر عليكي كتير جدا. بتقدري تتحكمي فيه وهو لسه ني، يعني ان انت ما سلقتهوش ومسك بقى في بعضه زي ما انتوا عارفين كده. يستوي بقى يا حبايبي ونرجع مع بعض. ورجعت لكم تاني يا حبايب قلبي، وعملنا شويه ملوخيه كده حلوين اهم يا حبايبي، وبعمل لهم بقى التقليه بتاعتهم. والمحشي بتاعنا برضه هو خلاص خلاص هيستوي، يا دوبك بس حمر. وده اهو يا حبايب قلبي، ادي المحشي بتاعنا اهو خلاص
اهو. وده اهو التقليه بتاعتنا. ما شاء الله ولا قوه الا بالله. وطبعا ادي شويه كزبره حلوين كده بيخلوا ريحتها وطعمها جميل، بيودوها في حته تانية خالص شويه الكزبره دول. انا بجيبها من عند العطار، بحمصها وبطحنها عندي هنا في البيت. اللي بتيجي من بره بتبقى مركونه وما بتبقاش حلوه وكلها تراب، فديت انا بجيبها بنقيها واحمصها واطحنها، بتبقى ريحتها جميله، هي والكمون والفلفل. ما وورق اللورا برضو بحمصه والحبهان واروح طحناهم برضو. اهي يا حبايب قلبي بقت ذهبي ازاي وجميله. بسم الله، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما شاء الله ولا قوة الا بالله. هنجيب بقى الطاسه بتاعتنا واحمر اللحمه وارجع لكم. ورجعت لكم تاني يا حبايب قلبي. قولوا لي بقى ايه رايكم في الجمال والحلاوه دي؟ شايفين الرز مفلفل وجميل ازاي؟ وشايفين صابع المحشي اللهم صل على النبي عامل ازاي؟ يلا يا حبايب قلبي، اللايك والشير والاشتراك بتاعكم وتعليق جميل منكم حلو كده زي قلوبكم الجميله. وقولوا لي بقى، ادخلوا على الفيديو واتفرجوا وقولوا لي تسلم ايدك يا ماما فوف على طريقه ورق العنب في السليق وفي الحشو. احنا طبعا كلنا ستات بيوت شاطره ما شاء الله علينا، تسلم ايديكم كلكم وربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.